رسميا وعاجل، قناة الأهلي تصفح عن 5 صفقات من العيار الثقيل بأرباح الثلاثية، وهذه هي أسماء اللاعبين. مبروك للنادي الأهلي وعلى الصفقات اللي حسمها. إليكم أسماء اللاعبين. قبل ما نبدأ الفيديو مع بعضينا خلونا نشترك في القناة ونفعل جرس الإشعارات واعملوا لايك للفيديو كدعم لينا عشان يوصل لكم كل جديد. لجنة المسابقات المصممة للأندية الفترة اللي جاية، هناك اقتراحات من مكتب التنفيذي بزيادة العوائد المالية والجوائز المالية بالنسبة للفترة اللي جاية، خاصة بالاعتماد المالي في 2020 كان آخر اعتماد مالي للمسابقات الحالية، والجوائز المكتوبة ب2.5 مليون دولار بالنسبة لدوري الأبطال، و1,250,000 بالنسبة لبطل الكونفدرالية، و100,000 دولار لكأس السوبر الأفريقي. وبالتالي بشكرهم على انهم صدقوا في نقل الاخبار والمصدر. بعض المواقع ممكن ما بتحبش تقول مين المصدر، مش مشكلة، احنا بنقول الخبر والمصدر ده هو مش عايز يفصح عن هواته. لكن مين اللي بيسبق ومين اللي بيقول المعلومة؟ الناس اللي بتتعامل بمهنية وتصبر لآخر صبرة. الناس من امبارح كانت بتتكلم عن مباراة السوبر الافريقي هتتلعب فين. طبعا دي كانت سؤال محير للجماهير كلها وعايزة تعرف مباراة السوبر هتتلعب فين. بكرة ان شاء الله هيكون في اجتماع لتنفيذي للاتحاد الافريقي. الاجتماع مش هيكون عبر فيديو كونفرنس، الاجتماع هيكون بحضور اعضاء المكتب التنفيذي في احدى الفنادق المطلة على النيل الساعة 10 صباحا بتوقيت مصر. حتى هذه اللحظة في حوالي أكتر من 2 أو 3 أعضاء ما جوش الاجتماع، ولكن بكرة بشكل كبير هنعرف مين اللي هيكون موجود ومين اللي هيتغيب في هذا الاجتماع المهم جدا اللي هيناقش حاجة مهمة جدا، اللي هي مباراة الأهلي ونهضة البركان في السوبر الأفريقي. أول حاجة التحفيز على صفقات الأندية الإفريقية بالنسبة للمرحلة اللي جاية، تحديث لوائح الانضباط، تحديث لوائح المسابقات، وأيضا كمان تحديث الميزانية والاعتماد المالي للقنوات الأفريقية. هي اقتراحات قد يتم اعتمادها وقد يتم رفضها. بقدر الإمكان احنا بنحاول نقول لكم ان اللي بيدور في الكواليس خلال الفترة الحالية. أيضا كمان هيكون في اتفاق على مكان وموعد السوبر الافريقي موسم 2020 وموسم 2021، وهتكلم معاكم عن السوبر الافريقي وهقول لكم ايه اللي بيحصل في الساعات الاخيرة والحوارات، وهيكون القرار رايح في انهي اتجاه. ايضا كمان هيتم فتح باب الاستضافة لاستضافة او التقدم لاي من الاتحادات التالية لاستضافة نهائي دوري ابطال افريقيا وكاس الكونفدرالية موسم 2021 و2022 قبل طلبات التقدم في الفترة اللي جاية.